السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. تمديد الجيش الجزائري ولية ثانية لتبون يطلق تكهنات وصراعات داخل الهرم السلطة. الجيش الجزائري ما زال مترددا ولم يحسم بعد في مسألة دعم ترشيح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مبدئيا في نوفمبر من عام 2024 وفق الصحفي الفرنسي جان بيير سيريني. وأورد سيريني في مقال له بموقع أورنيات 21 الفرنسي أن الجنرال الجيش الجزائري يرون أنه ليس من الحكمة التصرف أو التصريح مبكرا بدعمه لتبون من أجل ولاية ثانية على رأس قصر المرادية، وهو ما سبق أن أكده الصحفي الجزائري المعتقل إحسان القاضي في مقال له سبق لموقع فرنسي سالف الذكر إن هذا نشره وكان سبب في الحكم عليه ب5 سنوات حبسا نافذة، منها 2 موقوفة التنفيذ بتهمة القيام بأفعال من شأنها المساس بالأمن والسير العادل للمؤسسات. الصحفي الفرنسي تساءل باستغراب كيف يمكن لصحفي أن يهدد أمن الدولة، موضحا أن إحسان القاضي كان ضحية لمواجهة بين مؤسستي الرئاسة والجيش نتيجة نشره لمعلومات حساسة في مرحلة تطبعها حقا توترات بين المؤسستين، والنتيجة إحراجه لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إضافة أن السجل السياسي لهذا الأخير لا يروق كثيرا لكبار الناخبين العسكريين. فعلى المستوى الدبلوماسي خسرت الجزائر خلال عودته دعم مدريد في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي حين ذاته باتت العلاقات بين باريس والجزائر مجرد علاقات شخصية بين الرئيسين أكثر منها علاقات ثنائية بين البلدين. أضاف سيريني: وعلى المستوى العربي ذكر سيريني بفشل قمة الجامعة الدول العربية التي انعقدت في الجزائر في نوفمبر الماضي وغياب بعض القادة العرب أبرزهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي صار يتجاهل الجزائر منذ ذلك الحين نتيجة رفضه آنذاك عودة سوريا إلى المنطقة العربية عكس تطلعات الجزائر. داخليا تنبأ الصحفي والكاتب الفرنسي بتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية لعام 2019 باختيار صناع القرار الجزائري جنرالات الجيش لمرشح الذي سيتم انتخابه دون صعوبة بالاقتراع العام الذي تديره الأجهزة الأمنية. وأشار الكاتب المقال إلى تصريحات عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع إحدى الفضائيات العربية خلال شهر أبريل المنصرم، الذي أكد فيه أن أمن بلاده يقوم على الاقتصاد القوي، قبل أن تجيبه مجلة الجيش الشهرية التابعة للعسكر الجزائري بالقول: في هذا العام المريب يعتمد أمن الجزائر أكثر من أي وقت مضى على الجيش، فهل هذا يعني أنه لن تكون لتبون عهدة ثانية؟ سأل سيريني. عن السؤال ذاته أجاب محمد غالي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة والقاضي عياض بالقول: إن تبون ليس الخيار الاستراتيجي والأمثل بالنسبة للجيش الجزائري، لكن اسمه يبقى متداولا حتى ظهور بديل آخر. وفي نهاية الفيديو، إن أعجبك الفيديو دعمنا باشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم أي جديد.